يا أهلا بيكم. لو حد فيكم فكر قبل كده يعمل فاين تيون لموديل كبير زي جي بي تي 3 مثلا، بس لقى إن إمكانيات جهازه على قده ومش هتستحمل، يبقى الشرح ده معمول عشانه. النهارده بقى هنكشف السر اللي بيخلي تدريب المودلز العملاقة دي ممكن وبأبسط الإمكانيات. يلا بينا. كتير مننا بيجيله أفكار جامدة، مشروع تخرج أو تطبيق جديد، ويقول بس أنا هعمل فاين تيون لموديل لغوي ضخم. بس الحماس ده كله للأسف بيخبط في حتة الواقع. تلاقي كارت الشاشة بتاعك بيقولك أنا آسف، والتكاليل أصلا حوار تاني خالص. يعني الموضوع ده كان حرفيا كابوس لأي حد بيفكر يبدأ. طيب هو ليه الموضوع صعب قوي كده؟ بصوا، الطريقة التقليدية اللي بنسميها فول فاين تيونينج دي بتبلع الفي رام بتاع الجهاز بلع. يعني مش بس بتستهلكه، لا دي بتشفطه. تخيلوا معايا كده، مش بس مطلوب منك تعدل كل بارامتر في الموديل، لا ده في حاجة اسمها اوبتمايزر ستيتس، دي لوحدها ممكن تاخد مساحة 3 أضعاف حجم الموديل نفسه. يعني من الآخر كده، عملية بطيئة ومكلفة جدا وتقريبا مستحيلة لو حد بيشتغل لوحده. بس ماذا لو في حيلة ذكية كده، طريق مختصر يخلينا نعدي كل الحوارات دي ونعمل كل اللي نفسنا فيه من غير ما ندفع الآلافات دي كلها؟ وهنا بقى بيظهر البطل بتاعنا، لورا. خلونا نفهم ببساطة شديدة إيه الفكرة العبقرية اللي ورا الاسم ده. بصوا يا جماعة، لورا دي اختصار للو رانك ادابتيشن، وهي تكنيك تحت عيلة كبيرة اسمها PEFT. الفكرة عبقرية في بساطتها. بدل ما نمسك الموديل كله وندربه من أول وجديد، لا، إحنا هنركز على حتة صغيرة قوي قوي من البارامترز بس كده. هي دي كل الحكاية. وعشان نفهمها أكتر، في تشبيه عظيم بيوضح الفكرة بالظبط. تخيلوا معايا إن المدير اللغوي الكبير ده عامل زي كتاب ضخم، موسوعة مطبوعة. لو هتستخدموا الطريقة القديمة الفول فاين تيونينج، فده معناه إنكم هتعيدوا طباعة الكتاب ده كله من الجلدة للجلدة عشان بس تغيروا كلمتين 3 في صفحة. متخيلين؟ أما بقى لورا، فدي عاملة زي إنك تجيب ستيكي نوتس، الورق الصغير الملون ده، وتلزقه على الصفحات اللي عايز تعدلها. بس بسيطة وخفيفة وبتأدي الغرض، مش كده؟ طيب الكلام ده جميل قوي كنظرية، بس بيشتغل ازاي بقى في الحقيقة؟ ايه السحر اللي بيحصل في الكواليس؟ خلونا نبص بصة سريعة كده من غير أي معادلات ولا كود ولا أي حاجة معقدة خالص. الحكاية كلها 4 خطوات بسيطة جدا. أول حاجة بنجمد المدير الأصلي، بنعمله فريز، بنقول له لو سمحت خليك زي ما أنت، إحنا مش هننمسك خالص. تاني خطوة بنحقن فوقيه طبقات جديدة وصغيرة اسمها أدابتر لايرز. تالت خطوة، كل التدريب بقى وكل الشغل بيحصل على الأدابترز الصغننة دي وبس، والمدير الأصلي الكبير قاعد بيتفرج. آخر خطوة، لما بنيجي نحفظ الشغل بتاعنا بنحفظ بس الأدابتر الصغير ده، مش المدير اللي أبو جيجا بايتات ده كله. السر بقى اللي بيخلي كل ده ممكن هو حيلة رياضية بسيطة قوي اسمها ماتريكس ديكومبوزيشن. ما تتخضوش من الاسم، الموضوع بجد أهبل مما تتخيل. بصوا على المثال ده وهتفهموا كل حاجة. بدل ما كنا محتاجين ندرب مصفوفة ضخمة فيها 12 مليون بارامتر، احنا بنكسرها لمصفوفتين صغيرين قوي. المصفوفتين دول على بعض فيهم حوالي 70 ألف بارامتر بس. شايفين الفرق؟ انتوا متخيلين الرقم؟ يعني في المثال ده بس احنا قللنا عدد البارامترز اللي محتاجين ندربها بأكتر من 99%. الرقم ده مش طبيعي يا جماعة، ده حرفيا بيغير قواعد اللعبة كلها في عالم الذكاء الاصطناعي. تمام، كل ده كلام نظري جميل. طب عمليا بقى على أرض الواقع بنستخدم الكلام ده فين وإزاي؟ باستخدام لورا، أي حد فينا ممكن يعمل فاين تيون لموديل عملاق على كارت الشاشة العادي اللي في بيته. تخيلوا كده، ممكن نعمل أدابتر صغير يخلي الموديل يكتب إيميلات تسويق، وأدابتر تاني خالص يرد على أسئلة العملاء بلهجة معينة، وأدابتر تالت يلخص أبحاث علمية. كل ده بنفس الموديل الأصلي الكبير اللي متجمد. ولأن كل أدابتر من دول ملف حجمه كام ميجا بايت بس، فممكن تبعته لزمايلك في مشروع التخرج على واتساب حرفياً. وده بيودينا لميزة جبارة اسمها السيرفنج efficiency، أو يعني كفاءة التشغيل. الفكرة هنا إنك بتحمل الموديل الكبير ده مرة واحدة بس على السيرفر، مرة واحدة بس، وبعد كده كل مهمة جديدة بيبقى ليها الادابتر الصغير بتاعها، وتقدر تبدل ما بينهم زي ما بتبدل ما بين قنوات التلفزيون. ده بيوفر فلوس وموارد بشكل لا يمكن تتخيله في أي تطبيق حقيقي. طيب عشان الصورة تبقى واضحة تماما، خلونا نحط الاتنين قصاد بعض في مقارنة سريعة ومباشرة. لورا ضد فول فاين تيونينج. خلونا نبص عليهم جنب بعض. بالنسبة للفي رام، اللورا استهلاكها بسيط جدا، أما الفول فاين تيونينج فده وحش بياكل الفي رام كله. حجم الملف اللي بيطلع في الآخر مع لورا بنتكلم في كام ميجا بايت، مع الطريقة التانية بنتكلم في جيجات. اللورا ممكن أي حد يشغلها على جهازه العادي، أما التانية فمحتاجة كلاسترز وسيرفرات غالية. والنقطة الأهم
إن لورا زي ما اتفقنا بتحافظ على الموديل الأصلي سليم، إنما الفول فاين تيونينج بيمسحه ويعمل عليه اوفر رايت. تمام جدا. وقبل ما نقفل خلونا نلخص أهم النقط اللي محتاجين نطلع بيها من الشرح ده. الزبدة بقى في موضوع لورا إيه؟ أولاً بتقلل بشكل جذري احتياجنا للفي رام والأجهزة الغالية. ثانياً بتدرب حتة صغيرة جداً من البارامترز بدل الموديل كله. ثالثاً الناتج بتاعها ملف صغير قوي اسمه أدابتر. رابعاً بتحافظ على كل المعرفة اللي في الموديل الأصلي. وخامساً والأهم من كل ده إنها سريعة وفعالة ومتاحة لأي حد. طيب لو هنطلع بحاجة واحدة بس، فكرة واحدة بس من كل الكلام ده، هتكون إيه؟ أهم رسالة هنا هي إن تكنيكات زي لورا بتخلي الذكاء الاصطناعي للكل، بتعمل حاجة اسمها ديمقراطة للAI. يعني المجال المتقدم ده ما بقاش حكر على الشركات الكبيرة اللي معاها فلوس وسيرفرات بس، لأ بقى في إيد كل طالب وكل مطور عنده فكرة وعايز يجرب وينفذها. الباب اتفتح على الآخر عشان الكل يقدر يبدع. ولو الموضوع عجبكم وحابين تكملوا وتتعمقوا أكتر فدي الخطوات الجاية. ممكن تبحثوا عن المصطلحات دي PEFT، ودي العيلة الكبيرة اللي قلنا عليها، وابحثوا كمان عن كيورورا، وده يعتبر الجيل الأحدث من لورا. ولو حد غاوي قراية فممكن يقرأ البيبر الأصلية نفسها اللي هي لورا Low Rank Adaptation of Large Language Models، ودي تعتبر بداية ممتازة عشان تكملوا في المجال ده.